قصاقيس القماش اللي كنا بنرميها ودايمًا بنحس إن هي ما لهاش لازمة وأجمّعها كده وارميها، بجد ندمت إن أنا كنت بارميها، طلع بيتعمل منها أفكار خطيرة. النهارده جايبة لكم فكرة تحفة، تحفة، هتقدري تستغلي بيها قطع القماش الصغيرة مهما كان حجمها. شايفة الأحجام اللي في إيدي دي قد إيه؟ حتت صغيرة خالص. جبت قماشة كده مربعة، مستطيلة، على حسب ما أنتِ يكون عندِك متوفر، يعني مش مهم خالص القماشة يبقى حجمها كبير أوي. ورصيت عليها قطع القصاقيس دي كلها كده، انتِ بقى نسقيهم براحتك ورصيهم بالطريقة اللي تعجبك، نسقي الألوان على قد ما تقدري. وحطيت فوقيها قطعة من قماش التل البرونزي، كانت عندي برضو من بندانة قديمة. لو عندك قماشة أورجانزا أي قماشة شفافة هتنفع، هنحطها فوقيها كده وثبتها بدبابيس الأول، وبدأت أعدي عليها بالمكنة بشكل عشوائي. عديت على الحروف الأول وبعد كده عديت عليها في النص، بحيث ان انا بدأت اثبت القصاقيس دي كلها من جوه وبشكل عشوائي، وطلع شكلها حلو قوي. هنساوي الأحرف كلها بالشكل ده، وبعد كده هنتنيها على القلبة بالشكل ده، وهقفل الجنبين دول هقفلهم على المكنة. وبعد كده هنيجي عند الزوايا، كل زاوية هنخيطها بالشكل ده. انا بقيس اهو بايدي، بشاور لكم ان هما 3 صوابع بس علشان يطلعوا الناحيتين مقاس واحد. بعد ما هقفل الزاوية هقص الزيادة بتاعتها كلها، وهنعدل القماشة، نطلع الزوايا كده ونظبطها بايدينا بالشكل ده علشان الشكل يظهر معايا. الحرف اللي فوق ده كله انا جبت له شريط ستان علشان اغلفه بيه. مش متواجد عندك شريط ستان ممكن تستخدمي اي شريط من القماش، هنقفل الحرف بيه. لو عندك شريط بيه اي تقفيل للحرف من فوق علشان يديني شكل حلو. الشريط ده اصلا كان عندي فانا استخدمته. حطيت الشريط من بره بالشكل ده، وهرجع اتني الزيادة اللي انا سبتها لجوه بالشكل ده. انا كده غلفت الحرف والفينش هيبقى معايا حلو قوي. امكنه كويس. استخدمت لها كمان خيط المكرمية ده، كان عندي عملته ضفيرة وعملت لها يدين. ممكن على فكرة تعملي اليدين من القماش عادي، تعملي حزام كده صغير من القماش وتركبي لها اليد بتاعتها، وبكده عملنا شنطة منظم شكلها مختلف ومميز قوي، شكلها في منتهى الشياكة. التل على القماش مديها لمعة خطيرة. ممكن تستخدميها بقى للمشابك، ممكن تستخدميها زي ما انا مستخدماها كده للشرابات او للبندانات، تعلقيها في الدولاب بتاعك او بتاع الاولاد. بجد شكلها اصلا مختلف جدا والوانها تحفة. جربوا الفكرة ومستنية رأيكم، استنوني في الافكار الجاية.